عشان تشتري قطعة غيار صح لازم تشتريها برقم الشاسيه بتاع العربية. ازاي بقى الكلام ده؟ من ساعة ما انتاج العربيات بدأ يدخل فيه شركات كتيرة جدا مصنعة لقطع الغيار بتاعتها، بقى لازم يكون لكل قطعة غيار رقم معين او بارت نمبر، والرقم ده مرتبط برقم الشاسيه بتاع العربية، عامل زي البصمة بتاعتها ما بيفرقهاش طول حياتها. لما سيادتك بقى بتروح تغير زيت لعربيتك والراجل اللي بيغير لك يقول لك ده انا عندي الفلتر بتاعها، ولما يركبه على عربيتك وتلاقيه ركب وتقتنع ان هو تمام الفلتر بتاعها مع ان شكله مختلف، تبقى انت مبسوط وتدفع الفلوس وتاخد عربيتك وتمشي. على فكره اغلب قطع الغيار ممكن تركب مكان بعضها عادي جدا، بس بيكون بينها وبين بعضها اختلافات بسيطه جدا جدا، بس الاختلافات دي كارثيه لانها ممكن تكون قطع غيار في الموتور وتخلي موتور عربيتك يودع. زي مثلا الناس اللي راكبه سكودا اي 5، فلتر السكودا الاي 4 اللي قبلها بيركب عليها، وبما ان ثمنه ارخص ناس كتير بتروح تركبه مع انه هو مش مصمم للموتور بتاع العربيه دي. فلتر زيت الاي 4 بيبقى فيه بلف بيفتح عند ضغط بار معين، فلما بتركبه على الاي 5 البلف ده بيضرب وبيخلي الزيت يلف على طول من غير ما يعدي على الفلتر، وده نظام امان معمول في الفلتر عشان لو فضل قافل الزيت مش هيطلع للموتور فوق والموتور هيبوظ. فتخيل نفسك بقى حاطط لعربيتك غيار زيت من غير فلتر، وكل الشوائب بتاعه الموتور اللي ناتجه من الاحتكاك عماله تلف في الموتور، وتبقى انت مستغرب مع انك بتغير الزيت في ميعاده ان عربيتك بدات تدخن والموتور بتاعها باظ وعايزه شورت بلوك. كل ده عشان توفر 50 او 100 جنيه في غيار الزيت. نصيحه: اشتري قطع الغيار بالبارت نمبر بتاع العربيه من تاجر مضمون.